لك يا عمر كنت بارك لابوك قبل ما يمشي. مرات ابوك حامل. نرمي الراجل الكبير ده بره. لا يا ماما شيليه. امال ايه؟ شيليه بعد كل اللي عمله فيكي. ده ابوكي على راسي. عشان تسيب مراتك اللي عاشت معاك سنين وتسيب عيالك وبنتك على وش جواز. ابوك ما بيخلفش دلوقتي اساسا ابوك تعبان. تعالي يا مراتي حبيبتي، تعالي يا بنتي. مرات مين دي يا بابا؟ مراتي. ايه ازاي يعني؟ مراتي ايوه اتجوزت عليكي، في حاجه ولا ايه؟ يا بابا يعني بدل ما اتجوزنا انا واخويا بتروح تتجوز واحده اصغر مني؟ انا شايف سعادتي معاها. يعني ايه؟ انتوا عايزين تموتوني ولا ايه؟ يعني انت هو عايز في حد جالك وانا رفضت؟ رد عليا انا. نعم يا حبيبي. يعني بعد العشرة العمر ده كله تتجوز عيالة من دور عيالك؟ ايوه شايف سعادتي معاها. انت حطمتيني. انت اتجننت. ايوه اتجننت عشان اتجوزت، مش كده؟ على فكره كلام ليكي وليها مش هتقعد معاكوا انتوا كمان امال عشان هتعمل انا ايه؟ خايف عليها منكم. هيأجر لها شقه او اشتري، لو قالت لي اشتري لي شقه هيشتري لي. تعالي يا عروستي يا حبيبتي، خشي يا بنتي. يا هدير ابوك اتجوز عليا انا يا هدير بعد العيش والملح والعمر ده كله. معلش يا ماما حقك عليا. كان ناقص عشان يتجوز وراح اجيب لي ايه؟ عيالة من دورك. معلش حقك، سيبيها لما تفلسوا. لسه ايه بس؟ تعالي. ايه يا ماما مالك فين؟ ابوك اتجوز يا عمر. طب وانت زعلانه ليه؟ يعني ايه زعلانه ليه؟ اتجوز عيله من دور عياله يا عمر وبعد العمر الطويل ده كله. انا عملت له عشان يتجوز يا عمر. يا ست الكل، يعني هو وجوده اما كان موجود في حياتنا كان بيسأل ولا بيدينا حاجه؟ احنا لا عمرنا عرفنا هو بيقبض كام ولا بيعمل ايه في حياته، فيتجوز ما يتجوزش الله يسهل له. الناس هتقول علينا ايه يا عمر؟ ده عيله بقولك من دور اختك. انت زعلانه ليه؟ ما يتجوز ولا ما يتجوزش؟ هو ما كان موجود معانا اصلا كان بيسأل فينا؟ احنا عمرنا ما عرفنا بيقبض كام، بيعمل ايه في حياته. كان بيسيبك قدام عينينا كده، يابا ماما عايزه تروح مستشفى، عايزه فلوس، مفيش اي حاجه. ما يشغلكيش، انت مضايقه نفسك ليه؟ اكنه مش موجود. طب الصغيره دي وافق بيه عشان ايه؟ اكيد عايزه تاخد اللي وراه واللي قدامه يا ما انا عمر. قلت لك بقى الله يسهل له، مش انا واختي شغالين، احنا مش هنخليكي محتاجه اي حاجه، وانا يا ست ربنا يديني الصحه وانا اللي هجهزه. محتاج ايه؟ محتاج الراجل معايا جنبي يا عمر. سيبي على الله، انا الراجل بتاعك يا اما، وما تشيليش هم اي حاجه. ربنا مش عايزين يخليك منه ليا. حاجة. ربنا يخليك ليا يا ابني وربنا يهديه. تعالي يا هدير اتفضلي. ازيك يا بابا؟ اعمل لك حاجه تشربيها؟ تشربي ايه؟ شكرا ربنا يخليك. انا لا ما ينفعش لازم تشربي حاجه. لا ربنا مش يخليك. عارفه ان ابوك عريس ولا ايه؟ عارفه يا بابا، انا بس لقيت حضرتك بقالك كتير ما بتجيلناش طب وما في بتشوفناش. تليفون ولا ما تسماش تليفون تتصلي؟ ولا في الدنيا قامت ولا القيامه قامت ولا ايه؟ هو في ايه؟ لا يا بابا ولا حاجه. انتوا انا مش سايبيني حتى بحالي كمان؟ بالراحه شويه عليهم يا حاج. ما تقعدي يا بنت، رايحه فين؟ همشي بقى يا بابا، انا شكلي كمان جيت في وقت مش مناسب وحضرتك مش حابب خليكي قاعده اصلا معاها شويه نجي. يا هدير. يا بختي من زار وخف يا حبيبتي. لا شكرا، سلام عليكم. مع السلامه يا حبيبتي، مع السلامه. بقول لك ايه يا حاج، نعم يا حبيبتي. انا وصل لي كلام كده ان هدير بترجع كل يوم البيت متاخر. هي هدير شغاله؟ والله علمك يا بنتي. ازاي ما تعرفش؟ ده انا سمعت كلام كتير والناس عماله انا مش قاعد تتكلم. معاكي وانا بخرج وانت بتسيبيني اخرج. انا سامعه الناس عماله تتكلم بس مش ليها اخ هناك قاعد معاها وامها قاعده معاها؟ ما هو الكلام هيبقى عليك انت وفي وشك انت ابوها. مش هيقول اخوها وامها سايبينها، هيقول ابوها اللي سايبها. صدقني عندك حق. طبعا، هو انا عندي اغلى منك؟ انا خايف عليك وعلى شكلك قدام الناس. لا انا هفضي يوم كده واروح لهم واشوف الدنيا فيها ايه. ايوه طبعا وشوف. امال اختك بتغير رايحه فين؟ عندها شغل، بقت شغاله ورديتين عشان نكفي البيت ومصاريفه. شغلنا يستاهل. شغل ايه اللي شغل ايه؟ شغل وانا ما اعرفش حاجه ولا ايه؟ هو انت معانا اساسا عشان تعرف؟ امال المصاريف اللي ببعتها دي بتعملوا بيها ايه؟ الملاليم اللي انت بتبعتها ملاليم؟ من ساعه ما اتجوزت ولا على ايه؟ طب بصي، اتفضل. المره الجايه اذا ربنا احياني وجيت هنا ولقيت بنتك بتشتغل مفيش مليمه. هو معلش ثواني بقى. كلام اسكت. لا ثواني، لو انا سمحت. عايز افهم حاجه، انت بتمنعها من الشغل على اساس ايه؟ اللي انت بتديها مثلا وبتصرف عليها؟ بدي لامها بتدي وبتصرف امها ايه؟ عليها. تدي امها ايه؟ انت من ساعه ما اتجوزت ما دخلتش جنيه البيت. انت بتتكلم وتتحكم فينا على اساس ايه يا بابا؟ معلش يعني. هو احنا بنشوفه اساسا؟ انت مرتبك كله رايح لمراتك التانيه وما إيه اللي بنسالش. ناقصني ايه ايه؟ اللي ناقص؟ ايه اللي ناقصنا ايه؟ ايه اللي ناقص؟ يابا انت ما بتسمعش الناس بتقول علينا ايه ولا ايه بالظبط؟ وانت مش مكسوف من نفسك ما تروح تشتغل؟ ما انا بشتغل يا حبيبي، بصرف على البيت ومخلي امي مش محتاجه اي امال حاجه. اختك راح تشتغل ليه؟ بتساعد عشان الجهاز بتساعد بتاعها. في ايه؟ اه
ما انت مش حاسس بحاجه. كلامي خلص بالنسبه لشغل بنتك. لو علمت ان بنتك نزلت الشغل يبقى في كلام تاني. ماشي؟ مع السلامه. على السلامه. ده اسمه افترا، ده اسمه افترا، ده ما يرضيش طب ربنا. ايه ده؟ انت اعصابك عامله كده ليه؟ اعصابه يعني ايه؟ يعني هو ما بيديناش فلوس وكمان مش عايز اختي تنزل تساعد؟ طب انا بشتغل شغلانتين عشان اجيب اكل وشرب وايجارنا اللي بندفعه وميتنا وغاز، واعمل ايه تاني انا؟ طب اهدى يا ابني، اهدى يا ابني، اجرى لك حاجه يا حبيبي، مش هينفعنا بحاجه، هو الله يسهل لي، هو مطرح مكان. استغفر الله العظيم يا رب. كنت عايزه اقول لك على حاجه كده يعني. ايه اموريني؟ عايزه فلوس ولا حاجه؟ لا لا تمام معايا، انا حامل. ايه؟ حامل. انت مالك اتخضيت كده ايه؟ مش وقته خالص. مش وقته خالص. انت عايزه الناس تقول علينا ايه؟ هيقولوا عليك ايه بس؟ ده انت لسه شباب حتى. يا ستي يا ستي انا مش بتكلم على كده، بس احنا متفقين انا وانت. معلش بقى، ما هو اللي حصل. يعني دي حاجه تسعدك يعني؟ ايوه طبعا. ماشي يا حبيبتي ماشي. يا رب الاكل يكون عجبك يا مرات ابويا. كان حلو. بقول لك ايه يا حاج، انا هنزل بس رايح في العربيه عشان لكن الحمل جاي لي بدوخه وتعب رهيب. يلا بقى سلام. سمعتي اللي انا سمعته بتقول استني له بس، حامل؟ استني. هو ايه اللي احنا سمعناه ده؟ مين ما دي اللي ترد. حامل؟ حامل ازاي؟ ما ترد عليا يا بابا، مين اللي حامل؟ حامل ازاي يعني؟ انت يا عم رد علينا. بابا انا بكلمك. المدام حامل؟ يا فرحتي بيك، ما ترد. حامل ازاي؟ برضك ما بيردش علينا. ايه خلصتوا؟ كل الكلام خلصتوه؟ خلصنا ايه يا شيخ؟ الله يسامحك، هتقول ايه قدام الناس؟ وفي ايه يا وليه؟ يا بابا حرام انا عملت عليك. حاجه تغضب ربنا؟ حاجه وفي ايه ايه؟ يا بابا؟ السلام عليكم، ازيك يا بابا عامل ايه؟ بتزعقوا ليه؟ بقول لك يا عمر، كنت بارك لابوك قبل ما مرات يمشي. ابوك حامل. وايه المشكله؟ ما انت عارفه انها هتحصل كده، وانت شايفاها ان البت يعني متجوزاه دايبه في دباديبه، ما هي عايزه تلم اللي وراه واللي قدامه. مش لدرجه انها تحمل يا عمر. ده شيء طبيعي يا حبيبتي. لا مش شيء طبيعي يا عمر، في حاجه كنت عايزه اقول لك عليها. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مش هينفع اخلف تاني يعني كده خلاص؟ يعني ايه عنده عيب؟ بس يا دكتور انا ما عنديش الا واد وبنتي بس، وكان نفسي اخول ولد. هو كده خلاص يعني مش هيخلف تاني خالص؟ ماشي يا دكتور، شكرا. ازاي؟ انا كان نفسي اخوي عمر ولا اخوي هدير. حاجه ايه؟ ابوك ما بيخلفش دلوقتي اساسا، ابوك تعبان. ازاي يعني؟ ابوك مريض من فتره كبيره، اللي انتوا ما تعرفوش اللي انا مخبياه عليكم. بس يا بابا الموضوع زي ما قلت لحضرتك كده، ان اختي جايه لها عريس، واحنا عايزين نبدا كده نساعد مع المرتب بتاعها بعد ما حضرتك وقفت الشغل بتاعها، يعني بقى الموضوع على القد، واحنا عايزين نساعدها في الجهاز بتاعها يعني. هو ده بقى بسم الله ما شاء الله جايبك عشان تتكلم الكلمتين دول، مش كده؟ امال هعمل ايه يا بابا؟ انا محتاج منك قرشين بس عشان حتى يا سيدي نوفر القعده لما يجي العريس يقعد. يعني لما الموضوع ده محدش كان شاف وشك. ما انت عارف، هو انت بتتضايق يا بابا لما انا باجي يعني. منور يا عمر. نورك. هو انا بس والله ما كانش قصدي اتصنت، بس انا سمعتك وانت بتقول ان انت عايز من ابوك فلوس ومصاريف لاختك ومصاريف جوازها، صح؟ ابويا ولازم يساعد، مش دي بنته برضه ولا ايه؟ طبعا، بس هو للاسف دلوقتي هو زي ما انت عارف ان انا واحده حامل، فاولى كل جنيه ان هو يصرفه عليا وعلى ابنه. انا حبيت بس اعرفك. اجيب لك منين؟ لا ابنه فعلا. طيب يعني ايه الكلام الاخير برضه؟ بنتك مش هتقف جنبها؟ والله يا ابني ما باليد حيله. ما باليد حيله عشان النونو اللي جالك من العروسه الجديده. ايه المشكله؟ اخوك. اخويا. طب ابقى اتاكد بس يا بابا، عشان يعني مش عارف اجيبها لك ازاي، بتاكد بس اللي في بطنها ده ابنك ولا مش ابنك. ايه الكلام الكبير ده؟ السلام عليكم. انا مش هسمع لك. انت بتعملي ايه؟ انا بقلب على النت شويه. نت ايه؟ بقلب على الفيسبوك يعني. بقول لك ايه؟ واللي في بطنك ده ابن مين؟ نعم، يعني ابن مين يعني؟ اللي في بطنك ده ابن مين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ امال اقول ايه؟ اقول ايه؟ يعني ابن مين؟ راجل في السن ده في المرحلة دي يضحك عليه؟ اللي في بطنك ده قوليلي دلوقتي حالا، اللي في بطنك ده ابن مين؟ لو سمحتي مش عايز اعمل شوشرة. بص اللي في بطنك ده ابن مين؟ بص، هو انا اصلا ما كنتش حامل. ما كنتش ايه؟ ما كنتش حامل. امال ايه؟ ايوه، انت مفكر نفسك واحده في سني هتتجوز واحد زيك ليه يعني؟ عشا جمالك في الضلمه. ما كل ده بتضحك عليا؟
والله؟ خليتيني اخسر ابني وبنتي ومراتي. انت واحد رحت بعت ام عيالك وبعت ابنك وبعت بنتك عشان خاطر تروح تتجوز عيله صغيره تضحك على عقلك. عايزني مني ايه؟ كنت فاكر ان انا بحبك ودايبه في دباديبك عشان اتجوزك؟ يعني كل الفتره دي تضحك عليا انا ايوه عشان تاخدي فلوسي؟ ايوه طبعا متجوزاك عشان فلوسك، متجوزك ضحكت عشان عليا وتقولي انا حامل؟ وفي اب زيك، اب محترم يبيع عياله، عيب في حقك حتى. وانت عارف ان انا تعبان ومريض؟ يعني ممكن صدمه زي دي تخليني اقع من طولي؟ والله ليه خليتيني اخسر مراتي وبنتي وابني اللي طلعت بيهم بالده؟ مش انا اللي ليه؟ خسرهم، انت اللي عملت كده في نفسك. أنا حد مش قالك مسامحك. تسيب بيتك وعيالك مش وتجري ورا عيالك مسامحك صغيره؟ يوم الدين مش مسامحك. والله هو انت كنت تفهم ايه في الدين اصلا عشان تدعي عليا؟ هو انت كنت بتعمل بيه ولا هو كلامه خلاص؟ والله ولو عايز تلوم او تدعي على حد بقى، طالما انت عايز تتكلم في الدين، يبقى اول واحد هتلومه وتدعي عليه هو نفسك، عشان تسيب مراتك اللي عاشت معاك سنين وتسيب عيالك وبنتك على وش جواز وتروح تجري ورا عيله صغيره تضحك على عقلك. تستاهل كل اللي يجرالك عشان انت اللي عملت في نفسك كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جبتني من الشغل وقلت لي عايزاك ضروري. خلاص يا عمر، ابوك ندمان ورجع تاني في وسطنا. راجع بعد ايه؟ خلاص يا ابني بقى، هو عارف اللي فيها. مع احترامي لك يا ماما انا مش موافقه. يعني ايه مش موافقه يا هدير؟ يعني انا مش موافقه. يعني نرميه بيه يعني بره؟ ما عاش ولا كان اللي يرميه، بس انا مش موافقه معلش يا ومش بنتي. عايزاه يعيش معايا. وانا ما اقدرش الومك. اعيدها من الشغل ودمر لها حياتها وضيع لها الانسان اللي كان جاهز اللي كان بيحبها. كل ده عشان ايه؟ ده مين يعوضه لها؟ خلاص يا عمر بقى، خلاص اللي فات مات. معلش يا ماما انا اسفه، بعد اذنك يا عمر، لو ماما موافقه ان بابا يرجع فلو سمحت شوف لنا شقه انا وانت. يعني ايه يا هدير؟ يعني انا مش عايزه. يعني نرمي الراجل الكبير ده بره؟ لا يا ماما شيليه. امال ايه؟ شيليه بعد كل اللي عمله فيكي. ده ابوكي. على راسي. وابويا ده كان فين لما كنت انا بنزل اشتغل انا واختي؟ كان فين وهو بيفكر في نفسه بس؟ خلاص يا محدش يسأل ابني. عن اختي اللي كل دلوقتي اما حد بيجي يتقدم لها اصل ابوها ده متجوز واحده من دور عياله ومخلف او هيخلف اصل مراته حامل. كان فين؟ صح؟ ربنا بيسامح يا ابني، واحنا لازم نسامحه. غلطه وغلطها خلاص، مش معنى كده هنموته. وربنا برضو ما بيحملش نفسه اكتر من وسعها. هدير انت قلبك حنين يا بنتي، ما ينفعش بيقاسي على لا يا ابوكي. ماما، لا بعد اللي شفته، بعد اللي عشته، لا. حلوه قوي كده. يا ما دلعك يا هدير. دي فكره فيلم النهارده يا جماعه زي ما اتحكت لنا عملناها. وانتوا لو مكان هدير او مكاني، انا عن نفسي ممكن اسامح ابويا لان برضه ما اذانيش. انا كراجل كنت مركز في شغلي واكتر، اللي اتاذت اكتر هي البنت. فانتوا رد فعلكم ايه على الرد فعلها اللي هي اختارته او على القرار اللي هي اختارته؟ رد فعلكم ايه؟ هل اللي هي عملته ده صح ولا لا؟ يعني تسامح عشان هو ابوها ولا هتفضل متاثره باللي عمله فيها؟ مستني رايكم في الكومنتات. مش ربنا بيسامح، يعني هي نزوه بتيجي لاي راجل. نزوه فؤاد.